كيفكم؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. اول شي اعذروني على الصوت، شوية تعبانة. تعرفون اختلاف الفصول وكذا. وثاني شي قطعت، ايوه ادري، بس حبيت كذا تكون فترة بريك واخلص فيها بعض الشغلات. فخلال هالبريك صورت الشغلات اللي تعجبني او الاشياء اللي استمتع فيها. فحتلقوا في الفيديو مواضيع عجيبة غير مترابطة أبدا يعني. فأتمنى على الأقل تحاولوا تربطوها في دماغكم أو على الأقل تستمتعوا فيها. ومن غرفة المعيشة بدأت في فكرة تنظيف العميق للبيت. طبعا مو أي تنظيف، العميق، وحتفهموا بعد شوية إيش أقصد بهالكلمة. حابته زي ما هو، لكن من جواتي حاسة إنه مقصرة تجاهه. فحسيت إنه لازم أجلس في بيتي أخلص الشغلات اللي أحس مضايقتني من جوا، وبنفس الوقت بعض التغييرات في البيت حتصنع فرق حلو. فجمعت كل طاقتي وبدأت. وهنا للأسف زي ما انتم شايفين بعد ما غسلت الستاير وخلصتها، نفس الحلقات صار فيها صدى وطبعت لي على قماش الستارة. فاضطريت أنظف من أول وجديد. المشكلة الثانية، قماش الستاير كان جدا حساس وما قدرت أدعكه بأي حاجة لأنه الخيوط تبع القماش تتفرق عن بعض. فكان الموضوع كله بس بيدي. تسمعون صوت الرعد؟ تخيلوا بعد ما ركبنا الشبابيك تقريبا بس ب10 دقايق جانا مطر مرة قوي. صراحة عدم الشبابيك بس فدا، أهم شي الأجواء تجنن، الحمد لله يا رب. ولأن الجو ما يتفوت ولاحقين على الشغل، قررنا نترك كل شي ورانا ونطلع نستمتع بالجو. انتوا كمان استمتعوا معانا.
بعد ما وصلنا جدة بالسلامة كان عندنا استراحة لليوم الوطني. على طول صورت لكم لبسي وقررت من وقتها إنه أصور أي شيء. إيش بقى ألاقي، وين حروح، كل هذه الشغلات ما كان عندي فكرة. اللهم إني رفعت جوالي وصاير أصور أي حاجة تخص اليوم الوطني، فحتلقون هبد مو طبيعي، بس تحملوني. روحنا كتاب الله وقلبنا السنة، وانطمع فينا العدو ما علي منه، لا ما علي منه. ابشري يا دارنا السعد فالي، وافرحي يا دارنا بوقفة رجالي. ابشري يا دارنا السعد فالي، وافرحي يا دارنا بوقفة رجالي. انت بين ضلوعنا رملك جبالك ما لحد منا، الله اللي عزنا ما لحد منا، ما لحد منا، الله اللي عزنا ما لحد منا. روحنا كتاب الله وقلبنا السنة، وانطمع فينا العدو ما علي منا، ما علي منا. الله اللي عزنا ما لحد منا، ما لحد منا، الله اللي عزنا ما لحد منا. روحنا كتاب الله وقلبنا السنة، وانطمع فينا العدو ما علي منه، لا ما علي منه. ابشري يا دارنا السعد فالي، وافرحي يا دارنا بوقفة رجالي. ابشري يا دارنا السعد فالي، وافرحي يا دارنا بوقفة رجالي. انت بين ضلوعنا رملك جبالك ما لحد منا. وبس رجعنا البيت بالسلامة كانت أول وجبة صلحتها ترند الهبة. صراحة من بدايته كان مرة شادني، لأنه كل مكوناته لذيذة، ولأني جاية من سفر فكذا في شغلات كثير ناقصة في البيت وما قضيت من فترة، بس دبرت حالي بالموجود. حتى الخبز مو فريش، فشوي كذا يتقطع معاي زي ما انتم شايفين، بس برضو بالموجود أهم شيء أصلح اللي في بالي يعني. وبعدها أخذت الخبزة، حطيت كمية كويسة من زيت الزيتون ودخلت الفرن تتحمر. صراحة هنا حاولت أعدل شكل الخبزة، بس ما أدري إيش صار. مسحتها بجبنة فيتا وجبنة كيري لأنه ما عندي لبنة، وحطيت فلفل ملون وطماطم وكمية كويسة من الزعتر. خبزتنا هنا طلعت ما أعرف ليش مبينة كأنها محروقة، بس والله مو محروقة، عادي حلو. حطيتها على الساندويتش ولفيته، والصراحة ما أحكي لكم كذا مع كاسة شاي حليب انهرت على الطعم، جدا جدا لذيذة، والقرمش اللي جوا خيالية. صراحة شكرا للي اخترع الفكرة لأنها تفوز. وبكذا بنات أقدر أقول وصلتوا لنهاية هذا الفيديو الفوضوي. أتمنى تكونوا انبسطتوا فيه، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جاية أقل فوضوية وأكثر تنظيم. لا تحرموني تعليقاتكم الحلوة واللايك والشير والسبسكرايب. أشوفكم وأنتم طيبين.